السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. لو اول مره بتشوفي قناتي اهلا وسهلا بيكي. اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس، هيوصل ليكي اشعار بكل وصفه جديده هتنزل على القناه. النهارده معانا وصفتين للكبد والقوانص، ومن اجمل وصفات الكبد والقوانص كبد وقوانص مشويه، وكمان طاجن لسان عصفور بالكبد والقوانص. طاجن مميز جدا وشيك ومناسب للعزومات. وفي كل وصفة هقترح ليكم طريقة التقديم وتقدري تقدميها بالطريقة المناسبة ليكي. هنبدأ بمقادير طاجن لسان العصفور، وهسيب لكم المقادير مكتوبة في صندوق الوصف أو الديسكريبشن أسفل الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معايا معلقتين كبار صلصة طماطم، 500 جرام لسان عصفور، 500 جرام عصير طماطم، نص معلقة صغيرة فلفل اسود، رشة كمون ورشة شطة، معلقة كبيرة ملح، حبيتين فلفل متقطعين مكعبات، معلقة كبيرة توم مفروم، وحباية بصل كبيرة متقطعة مكعبات، وكيلو كبد وقوانص نقعاه في مية سخنة، وربع كوباية خل، معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة فلفل اسود، لمدة نص ساعة لحد ما المية بتاعته عملت زي الشوربة كده. وبكده الكبد والقوانص ما هيبقى لهاش اي ريحة، هصفيها من المية واشتغل بيها على طول. وكتير مننا بيقلق يخلط الكبد والقوانص مع لسان العصفور او الرز علشان ما يديش طعم او ريحة مش حلوة، وبنقعد نغلي في الكبد والقوانص لحد ما تتهرس وتتكسر معانا. جربي نقعيها بنفس الطريقة دي وان شاء الله ما تقلقيش منها. في حلة على النار هضيف ربع كوباية زيت ومعلقة كبيرة سمنة او زبدة، وانزل بالكبد والقوانص. انا مقطعه الكبد والقوانص لثلاث قطع، لو حابه تكون اصغر من كده او اكبر من كده براحتك. لازم الزيت يكون سخن جدا قبل ما تنزلي بالكبد والقوانص عشان يديها صدمه في الاول وما تنزلش ميه. هقلب الكبد والقوانص لحد ما تاخد لون خفيف بالشكل ده كده، وانزل بالثوم المفروم. وهنا بقى اهدي النار عشان الثوم ما يتحرقش على الهادي كده ويديني ريحه حلوه. ريحه الثوم مع الكبد والقوانص جميله جدا. وانزل بالبصل المكعبات، واقلب المكونات مع بعضها لحد ما البصل يبتدي يدبل قبل ما البصلة تاخد لون. وانزل بالفلفل الاخضر، وممكن تستبدلي الفلفل الاخضر بالفلفل الحراق. هقلبهم مع بعض وانزل بالبهارات. انا هنا ضفت معلقة كبيرة ملح، تظبط الملح بطريقتك وعلى مزاجك. واضيف معلقتين كبار صلصة، والبهارات مش اكتر من شطة وكمون وفلفل عشان ما تغيريش طعم الكبد والقوانص. وانزل ب500 جرام عصير طماطم. انا بشرت الطماطم ما عصرتهاش، ويفضل انك تبشري الطماطم ما تعصريهاش عشان ما تاخدش وقت معاكي، ولو مضطره تعصريها ما تحطلهاش ميه كتير. هقلب المكونات مع بعض وانزل بكوبايه ميه سخنه مغليه، يا دوب الميه تغطي الكبد والقوانص، واسيبها تاخد غلوه واحده بس وارفعها من على النار. الخطوه اللي بعد كده في طاسه على النار هضيف ربع كوبايه زيت ومعلقه كبيره سمنه، واول ما يسخن الزيت هنزل بلسان العصفور.
واهدي النار وابتدي اقلب لسان العصفور. ما تخليش النار عالية عشان ما يتلسعش، يبقى واحدة وواحدة لحد ما لونه يوصل للون الذهبي ده، وارفع لسان العصفور من على النار. وفي نفس الحلة اللي فيها الكبد والقوانص هنزل بلسان العصفور. وانا هنا طافية النار على الحلة، انا بس عشان اخد راحتي في التقليب قبل ما نروح للطاجن. واقلب لسان العصفور مع الكبد والقوانص كويس جدا. واضيف حوالي كوبايتين مية سخنة مغلية، يعني المية تبقى مغطية لسان العصفور ما تبقاش اكتر منه زي ما هنشوف دلوقتي. وعلشان احنا ضفنا مية على فترات تقدري تدوقي الملح وتظبطيه قبل ما نروح للطاجن. وهنا هجيب البايركس او الطاجن، ممكن تستخدمي صينية تيفال بلاش الألمونيوم. وابتدي انزل بلسان العصفور واساوي وش الطاجن. لو حابة تضيفي معلقة سمنة بلدي هتديكي طعم ولون حلو. واغطي الطاجن بورق ألمونيوم. عندي الفرن على درجة حرارة 150 رف اسفل لمدة ساعة الا ربع. وبعد ساعة الا ربع هشيل ورق الألمونيوم واشغل الشواية، احمر الوش تحمير خفيف. ولحد ما يستوي لسان العصفور هنجهز المقبلات. انا حمرت بطاطس وكمان هنقدم معاها سلطة خفيفة من غير جرجير وفلفل. بهارات السلطة نص معلقة صغيرة ملح، رشة كمون ورشة شطة ورشة فلفل اسود ومعلقة كبيرة زيت زيتون. وهنا الطاجن بعد ما طلع من الفرن اخد لون جميل جدا ما شاء الله. الكبد والقوانص مستوية ولسان العصفور مستوي. هضيف الاطباق التقديم وارجع ليكم تاني. تقريبا مفيش احلى من كده. من احلى الوصفات اللي ممكن تستخدمي فيها الكبد والقوانص. وممكن تستبدلي الكبد والقوانص بقطع فراخ او لحمة مفرومة. اللي جرب الوصفة يقولي رأيه في الكومنتات. هنكمل مع بعض طريقة الكبد والقوانص المشوية في الطاسة. بصراحة أكلة ملوكي. وهتلاقوا المقادير مكتوبة في صندوق الوصف أسفل الفيديو. نبدأ بالمقادير. عندي 500 جرام كبد وقوانص، هنزل عليهم بحوالي معلقة صغيرة ملح ونص معلقة صغيرة فلفل اسود ومعلقة صغيرة خل ابيض. وانزل بمية سخنة مغلية.
هغطي الكبد والقوانص تماما بالمية. هسيب الكبد والقوانص في المية حوالي ربع ساعة، وبعدين اشيلها من المية اغسلها كويس واسيبها تتصفى. والطريقة دي هتخلي الكبد والقوانص معاكي ريحتها حلوة احسن ما تغليها، لان الكبد لما بتتغلي بتتكسر وبتتهري بسرعة. انقعها لمدة ربع ساعة بنفس الطريقة وان شاء الله مش هتشتكي من ريحتها. وهنا معايا حباية بصل كبيرة هقطعها جوانح، ما تكونش خشنة وما تكونش في نفس الوقت ناعمة قوي. وكمان معايا حباية فلفل اخضر هقطعها شرايح. كمية البصل والفلفل الاخضر اللي موجودة معايا تكفي نص كيلو كبد وقوانص. لو هتزودي الكبد والقوانص زودي البصل والفلفل الاخضر. هخلص الكمية اللي معايا ونروح للخطوة اللي بعد كده. في حلة على النار هضيف معلقة كبيرة سمنة بلدي او زبدة اللي تفضليه، وانزل بالقوانص بعد ما شلتها من مية النقع وغسلتها كويس جدا. هنزل بالقوانص وهسيب الكبد شوية لان الكبد بتتهري وبتتكسر بسرعة. هقلب القوانص لحد ما تاخد لون ذهبي خفيف وانزل بالبصل. واستمر في التقليب لحد ما البصلة تبتدي تدبل. هنزل بمعلقة كبيرة توم مفروم. معلقة التوم المفروم دي هتديني طعم وريحة ممتازة. واستمر في التقليب لحد ما التوم ياخد لون ذهبي خفيف. وانزل بالفلفل الاخضر. ما تضيفيش حاجة على حاجة، يعني خلي كل حاجة ما بينها وما بين التانية وقت صغير عشان كل حاجة تاخد لون وطعم لوحدها، ما يبقاش كل حاجة مختلطة مع بعضها. يعني البصل ياخد طعمه لوحده والثوم لوحده والفلفل الاخضر لوحده. واقلب لحد ما كل المكونات تدبل معايا، الفلفل والبصل والقوانص تاخد لون ذهبي. وانزل بالكبد. ساعة ما انزل بالكبد هخلي بالي جدا من التقليب، يعني التقليب هنا هيبقى بحرص. اول حاجة هفرد الكبد كده واسيبها على الوش شوية، واضيف البهارات. هضيف معلقة صغيرة ملح او اظبط الملح حسب طريقتك، وربع معلقة صغيرة كمون، نص معلقة صغيرة فلفل اسود، رشة صغيرة شطة، وهقلب المكونات مع بعضها. هستمر في التقليب لحد ما المكونات كلها تخش في بعضها، بس تقليب خفيف كده علشان الكبد ما تتكسرش معايا. الكبد والقوانص قطعها بالحجم اللي تحبيه، حبة صغيرة او وسط براحتك. هستمر في التقليب من وقت للتاني، ما ينفعش اغطي عليها واسيبها، لازم اكون موجودة جنبها. هي مش هتاخد حوالي 10 دقايق وتكون مستوية معاكي. اول ما تستوي وتاخد لون ذهبي ارفعيها من على النار. اول ما القوانص بتستوي برفعها من على النار لان الكبد مش بتاخد وقت. هنقدمها مع الطحينة والعيش والمخلل، وممكن بطاطس محمرة وكاتشب.
بتتقدم سخنة، بتبقى جميلة جدا في الشتاء والجوع اخر الليل، مش بتاخد وقت ولا مجهود. وبكده تكون وصفتنا اليوم خلصت. اتمنى من قلب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو متنسونوش باللايك والشير وسبسكرايب للقناة. واستنوني فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي أفنان أيمن إن شاء الله.